ليه عمر مرموش هو اهم جناح في مانشستر سيتي؟ علشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفهم خصائص كل الاجنحه اللي في السيتي، وانا هختص اتنين بس في الفيديو ده وهم جيريمي دوكو وسافينيو. دوكو لعيب بيعتمد على الترقيص وبيرقص في مساحات ضيقه كويس جدا، بيقدر يفك التكتلات الدفاعيه بالترقيص الواحد على واحد وان هو يخش ما بينهم، ودي بالنسبه لي الميزه الوحيده اللي بتميز دوكو في الملعب عموما، لان دوكو مثلا مش اجابه على الجول نهائي، جايب في اجعاصها موسم لمانشستر سيتي 6 جوال بس، وبجانب ان هو مش بيتحرك كتير وتحركاته مقروءه للمدافعين علشان معظم الوقت بيحب يستلم الكرة في رجله. سافينيو بقى بحسه لعيب عادي جدا، لعيب مش اللي يخض نهائي، وبصراحه كده انا بحس وجوده زي عدمه. لعب مع السيتي ماتشات كتيره جدا ما سجلش غير جول واحد بس في الدوري، وهو بيصنع فرص كتيره جدا وبيصنع جوال كتير، بس حرفيا سيء قدام الجول. وبامانه يعني انا ما اعرفش الراجل ده ازاي كان بيتقارن مع رياض محرز. اما عمر مرموش، ومش بقول ان مرموش كامل نهائي لا، بس مرموش مثلا تحركاته مزعجه جدا لاي مدافع بيلعب عليه، لانه بكل بساطه بيقدر يستلم الكوره في اي مكان في التلت اللي قدام، وبجانب ان هو ممكن يغفل اي مدافع ويتحرك في الجانب المعمي منه. تسديداته قويه وفي تهديد دايما على الجون بسببه، وصحيح بيهدر فرص لكن في اي لحظه ممكن يحسم الماتشات. ومرموش رقميا بصراحه اعلى من الاثنين دول بمراحل كبيره جدا، ومع تطور الكوره واللعب المباشر فانا بالنسبه ليا مرموش مع فيل فودن هم احسن اجنحه موجوده في السيتي، والباقي محتاج يتغير. اعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان نتقابل تاني. انا احمد سينا، خدها اقول لك.